خليني أسألك سؤال وعايزاكي تكوني صريحة مع نفسك. هل في يوم من الأيام فتحتي تطبيق أمازون أو نون أو دخلتي موقع تسوق أو وقفتي قدام دولاب هدومك وقلتي مش عارفة ألبس إيه، وبعدها على طول لقيتي نفسك بتشتري حاجة ما كنتيش ناوية عليها، وبعدها بشوية حسيتي بالذنب؟ أو العكس، كان معاكي فلوس وكان المفروض تستثمريها أو تحوشيها بس عمالة تأجلي الخطوة كأن في حاجة جواكي بتقولك مش دلوقتي. دي مش مشكلتك انت بس، ومش معناها ان انت مش منظمة او مش ذكية او ما عندكيش ارادة. في علم كامل بيشرح ايه اللي بيحصل جوه دماغك وجسمك وبيأثر على قراراتك المالية من غير ما تحسي. النهاردة هنتكلم عن الهرمونات والفلوس، مش مجرد كلام ستات، ده موضوع علمي، علم اعصاب وعلم نفس، بس هنتكلم عنه بالمصري. انا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن ثاندر وازاي تبدأي تستثمري خطوة بخطوة، ولكن في بنات وستات كتير بيكونوا مقتنعين بالفكرة من حيث المبدأ ولكن مش قادرين يطبقوها، بيشوفوا الأرقام ويتجمدوا أو بيتوتروا ويحسوا بخوف مش عارفين سببه. وفيه اللي بتفتح التطبيق بالليل وتحس إن فلوسها مش كفاية وإن مهما عملت الاستثمار مش هيجيب نتيجة معاها ومع ظروفها، وده كله مش صدفة. في دراسة اتنشرت في مجلة Personality and Individual Differences اتعملت على أكتر من 700 ست، وأثبتت الدراسة إن سلوك الإنفاق بيتأثر بشكل واضح بالتوقيت بالنسبة لميعاد الدورة الشهرية عند كل ست. الستات في مرحلة اللوتيال اللي هي بتكون الأيام اللي قبل الدورة بيصرفوا بشكل أكتر اندفاعية وأقل تحكم. ومش بس كده، حتى قرارات الاستثمار والمخاطرة بتتأثر بالكورتيزول اللي هو الهرمون المسؤول عن الشعور بالضغط. وحتى التسوق اللي بنعمله عشان نحسن حالتنا النفسية ليه تفسير وفقا لعلم الأعصاب، والنهاردة هنفهم الصورة كاملة. خلينا نبدأ بحاجة أساسية، انت مش بتاخدي قراراتك المالية بعقلك بس، حتى الرجالة ما بيعملوش كده وفقا للدراسات العلمية. في الحقيقة علماء الأعصاب اكتشفوا إن معظم قراراتنا بناخدها في الجزء العاطفي من الدماغ الأول وبعدين بنبررها بالجزء المنطقي. يعني إيه؟ يعني جسمك بيقرر إنك تشتري أو ما تشتريش قبل ما تفكري أساسا. وفي 4 هرمونات أساسية لازم تعرفيهم: الدوبامين، الكورتيزول، الإستروجين، والبروجسترون. كل هرمون فيهم بيأثر على حاجة مختلفة في قراراتك المالية، وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل. الدوبامين ده هرمون المكافأة، جسمك بيفرزه لما بتعملي حاجة بتحبيها. بس في حاجة مهمة، الدوبامين مش بيفرز لما بتشتري، بيفرز كمان لما بتفكري في الشراء. يعني لما بتفتحي تطبيق شراء أونلاين وبتتفرجي على منتجات، دي بالنسبة لك متعة حقيقية، دماغك بيتعامل معاها زي ما بيتعامل لو بتاكلي حاجة حلوة. ولما بتكوني تحت ضغط أو كورتيزول عالي اللي هو هرمون الشعور بالضغط، الجسم بيزيد طلبه على الدوبامين، يعني الجسم حرفيا بيزقك ناحية الشوبينج عشان يعوض النقص. في دراسات من براون يونيفرسيتي بتقول إن الجسم الواقع تحت ضغط بيفضل يدور على طرق سريعة لرفع الدوبامين، وإن فتح تطبيق تسوق بيوفر ده بشكل فوري وسهل. الإجابة بقى على السؤال ليه بشتري وأنا زهقانة أو زعلانة، مش لأنك ما عندكيش إرادة، لكن لأن دماغك بيطلب دوبامين وبيحاول يلاقيه بأسرع طريقة. المشكلة إن الدوبامين بيفرز بعدين بيروح وإنتي بتتأثري بنتائج قرارك. وفي حاجة تانية مهمة، الدوبامين مش بيفرق بين بشتري هدوم أو بحط فلوس في استثمار. لو عرفتي تخلي الاستثمار هو اللي يديكي المتعة دي هتحلي المعادلة. الكورتيزول هو هرمون الشعور بالضغط، بيفرز لما بتحسي بخطر، ضغط أو قلق، والكورتيزول ليه علاقة مباشرة بقراراتك المالية. في دراسة نشرت في مجلة PNAS، واحدة من أرقى المجلات العلمية في العالم، عملت تجربة على أشخاص رفعوا عندهم مستوى الكورتيزول لمدة 8 أيام. النتيجة كانت واضحة، الناس دي بقت أكتر تجنب للمخاطرة وأقل قدرة على اتخاذ قرارات مالية واضحة. ده معناه إيه بالنسبة لك؟ معناه إنك لما بتكوني في فترة ضغط في الشغل، في البيت، أو حتى بعد ما بتشوفي أخبار مقلقة، جسمك بيفرز كورتيزول، والكورتيزول ده بيأثر على البري فرونتال كورتكس وهو الجزء المسؤول عن القرارات المنطقية. والنتيجة يا إما بتتجنبي موضوع الفلوس خالص أو بتاخدي قرارات سريعة ومش مدروسة. ده معناه إن الأفضل ما تاخديش قرارات مالية كبيرة في أوقات الضغط، مش لأنك مش ذكية ولكن لأن دماغك حرفيا بتكون في مود تاني.
ومش بس كده، الكورتيزول بيحفز الرغبة في إفراز الدوبامين. يعني الضغط النفسي والشراء الاندفاعي مرتبطين بيولوجيا، مش ضعف إرادة، دي طبيعة بشرية سواء ست أو راجل. دلوقتي وصلنا للجزء اللي أنا شايفة إنه الأهم في الحلقة دي. الدورة الشهرية مش بس بتأثر على جسمنا، ولكن كمان على وظائف المخ. في 4 مراحل في الدورة الشهرية، وكل مرحلة بيكون فيها توازن هرموني مختلف، وده بيأثر على مزاجك، قراراتك، ومستوى طاقتك. المرحلة الأولى هي أيام الدورة، من اليوم الأول لليوم الخامس تقريبا. الإستروجين والبروجسترون بيكونوا في أدنى مستوياتهم، جسمك بيكون منهك، دماغك مش في أفضل حالاته للقرارات الكبيرة. ده وقت الراحة مش وقت قرارات. المرحلة التانية هي المرحلة الجريبية، من اليوم السادس لليوم ال13. الإستروجين بيبدأ يرتفع، طاقتك بترجع، دماغك بتبقى أكثر وضوحا وإبداعا. الأبحاث بتقول إن مستوى المكافأة في الدماغ بيكون أعلى ما يمكن في الفترة دي. ده أفضل وقت تفكري في قراراتك المالية الكبيرة. المرحلة الثالثة هي التبويض، اليوم 14 تقريبا. الإستروجين بيكون في أعلى مستوياته، بتكوني حاسة بثقة وطاقة. بس خلي بالك، في أبحاث من جامعة هيرتفوردشاير اتعملت على 703 ست، بينت إن الإحساس بالثقة العالي في الفترة دي ممكن يؤدي لقرارات مالية أكثر تهورا. يعني ممكن تشتري حاجة غالية لأنك حاسة بثقة عالية، مش لأن المنطق بيقول كده. المرحلة الرابعة هي اللوتيال، اللي بتكون قبل الدورة، من اليوم ال15 ل 28 تقريبا. البروجسترون بيرتفع وبعدين ينزل، الإستروجين بينزل، مستوى السيروتونين بينخفض، الدماغ بيبقى أكثر حساسية للمشاعر السلبية. ده الوقت اللي بيحصل فيه معظم الشراء العشوائي، مش مصادفة. في دراسة اتعملت على 700 ست أثبتت إن الستات في المرحلة دي بيصرفوا بطريقة أكثر اندفاعية وأقل قدرة على الالتزام بالميزانية. الخلاصة، مش كل أيامك بتبقى زي بعض، وده مش عيب، دي طبيعتك، زي ما في ليل ونهار وصيف وشتاء. طيب دلوقتي إيه اللي تعمليه بالمعلومات دي؟ أول حاجة، ابدأي لاحظي قراراتك ورغباتك. يعني مثلا لمدة شهر واحد كل يوم اكتبي جملة واحدة بس: النهاردة اليوم الكام في الدورة، وحسيت بإيه بخصوص الفلوس. هتتفاجئي بالأنماط اللي هتلاقيها. تاني حاجة، خدي قرارات مالية في الوقت المناسب. الأبحاث بتقول إن المرحلة الجريبية اللي بعد انتهاء الدورة بأيام هي أفضل وقت لاتخاذ القرارات المالية الكبيرة. فكري في فتح استثمار جديد أو مراجعة ميزانيتك أو تحديد أهدافك المالية في الوقت ده. تالت حاجة، قبل الدورة اعملي لك حاجز. لو عارفة إنك في الأيام دي بتكوني أكثر اندفاعا في الشراء، اعملي لك نظام وقائي. امسحي تطبيقات التسوق من الشاشة الرئيسية، حددي مبلغ معين للسيلف كير في الفترة دي. الهدف مش إنك تحرمي نفسك، الهدف إنك تأجلي قرارات المبالغ الكبيرة لوقت دماغك يكون أوضح فيه. خليني أكون صريحة معاكي، في فرق بين المصاريف اللي بتيجي من احتياج حقيقي والمصاريف اللي بتيجي من جوع عاطفي. الإنفاق العاطفي أو اللي بنسميه emotional spending بيحصل لما دماغك بيحاول يعوض حاجة ناقصاه، إحساس بالتحكم، إحساس بالمكافأة، أو مجرد تغيير المشاعر اللي عنده دلوقتي. في مجموعة من العلماء من براون يونيفرسيتي طلعوا بنظرية مهمة: الإنفاق الاندفاعي زي أي عادة تانية، فيه تريجر أو محرك وسلوك ومكافأة. التريجر ممكن يكون ضغط، زهق، مقارنة بالناس على السوشيال ميديا، أو حتى فتح إيميل فيه بروموشن. السلوك إنك بتشتري، والمكافأة هي إفراز الدوبامين الفوري. بس الدايرة دي مكلفة ماديا ونفسيا. الخبر الحلو إن نفس الأبحاث دي بتقول إن مجرد إنك تعرفي التريجر بيوقف الأوتوماتيكية بتاعته. يعني لو قلت لنفسك أنا دلوقتي تعبانة وده اللي هيخليني أمسك التليفون وأفتح تطبيق شراء، دماغك بيقف لحظة. الوعي هو أول خطوة في كسر الدايرة. طيب بقى عندنا معلومات كتيرة، ممتاز. إيه بقى اللي نعمله دلوقتي؟ هديكي 5 أدوات عملية أثبتوا نجاحهم في الأبحاث. الأداة الأولى قاعدة 24 ساعة. أي شراء غير ضروري فوق مبلغ معين لازم يعدي عليه يوم كامل قبل التنفيذ، مش لأنك مش قادرة تشتريه، ولكن لأن 24 ساعة بتكون كافية إن الدوبامين يهدى وإنك تاخدي القرار بوضوح. جربي تحددي المبلغ ده على حسب دخلك انتي. الأداة التانية التريجر جورنال. لمدة 2 أسبوع قبل أي شراء من غير تخطيط اكتبي جملة واحدة: أنا دلوقتي حاسة بكذا. مش لازم تعملي كده كل مرة، بس لما تحسي إنك هتشتري حاجة من غير ما تكوني قررتي بشكل واعي. الوعي بالتريجر بيقلل قوته. الأداة الثالثة استبدلي أسباب إفراز الدوبامين. الدوبامين مش محتاج يجي من الشراء. لو اتمشيتي ربع ساعة، لو شربتي كوباية قهوة مع صاحبتك، لو قضيتي نص ساعة بتعملي حاجة انتي بتحبيها، كل دي حاجات بتعمل نفس الأثر بيولوجيا. وده مش كلام تحفيز فاضي، ده عن تجربة، لأن نفس اللي انتي بتحسي بيه أنا جربته واتغلبت عليه. الأداة الرابعة الاستثمار الأوتوماتيكي كبديل للدوبامين لوب.
لما بتستثمري بشكل منتظم اوتوماتيكيا في ثاندر مثلا، دماغك بيبدأ يربط الاستثمار بمشاعر إيجابية، مش من أول مرة بس مع الوقت. الفايدة المركبة والنمو اللي بتشوفيه بيعمل نفس دور المكافأة. الأداة الخامسة، ابعدي الحاجات اللي بتغريكي في وقت الضعف. ابعدي تطبيقات التسوق من الشاشة الرئيسية في الأيام الأصعب أثناء الشهر. ده مش حرمان، ده احترام للتغيرات اللي بيمر بيها جسمك. قبل ما نكمل محتاجة أوضح حاجة مهمة. الكلام اللي قلته ده مبني على أبحاث علمية واسعة، بس كل جسم وكل ست مش زي التانية. في ستات مش بيمروا بتغيرات كبيرة في مزاجهم خلال الدورة، وفي ستات عندهم BMDD أو حالات هرمونية تانية بتعمل تأثير أقوى بكتير. لو حاسة أن التغيرات دي بتأثر على حياتك بشكل كبير جدا، الأفضل تتكلمي مع دكتور متخصص، مش لأن فيه مشكلة ولكن لأن جسمك يستحق الاهتمام. والكلام ده بينطبق على الستات اللي بيستخدموا وسائل تنظيم نسل هرمونية. ممكن دي تغير الأنماط اللي اتكلمنا عنها، مش للأحسن ولا للأسوأ، بس بتكون مختلفة. الوعي بجسمك هو الخطوة الأولى. طيب بعد كل الكلام ده، إيه الرسالة الأساسية؟ الرسالة إن جسمك مش عدوك. الهرمونات دي مش عقدة ستات، دي بيولوجي معقدة وجميلة، ولو فهمتيها تقدري توظفيها لصالحك. خدي قراراتك المالية الكبيرة في وقت وضوحك، احمي نفسك في وقت هشاشتك، واستبدلي محفزات الدوبامين الضارة بطرق أحسن وأرخص. مش محتاجة تبقي إنسان آلي عشان تبقي ذكية ماليا، محتاجة بس تعرفي إزاي دماغك وجسمك بيشتغلوا وتشتغلي معاهم مش ضدهم. ودي بالنسبة لي هي الحرية المالية الحقيقية. التحدي النهاردة مش هياخد أكتر من 5 دقايق عشان تبدأيه. الخطوة الأولى، افتحي نوتس على موبايلك وابدأي اكتبي النهاردة يوم كام في الدورة، زائد حاسة بإيه ناحية فلوسك النهاردة. اعمليه لمدة 7 أيام بس. الخطوة التانية، المرة الجاية لما تحسي إنك عايزة تفتحي تطبيق تسوق، قبل ما تعملي كده اكتبي جملة واحدة بتمثل إحساسك في اللحظة دي. الخطوة التالتة، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وقوليلي ايه أكتر وقت في الشهر بتحسي فيه بإنك مش قادرة تحافظي على الميزانية. بس كده، مش محتاجة تغيري حاجة النهاردة، بس لحظي. لو الحلقة دي خلتك تحسي بإن في تفسير لحاجة ما كنتيش فاهمها قبل كده، شاركيها. في بنات وستات حواليكي بيحسوا بنفس الحاجة وبيفتكروا المشكلة فيهم. الحلقة دي ممكن تغير الطريقة اللي بيفكروا بيها في نفسهم. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه البودكاست عشان الحلقات توصل لناس أكتر. ولو عندك أي سؤال ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. اللي عايزة أوصله النهاردة إن أنتي مش أرقام في جدول، أنتي كائن حي معقد بيولوجيا، ودماغك وجسمك بيأثروا على كل قرار بتاخديه. فهم ده مش ضعف، ده قوة. الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بتتعاملي معاها كل يوم من غير ما تفكري. هنتكلم عن إيه هي الفلوس أصلا، مش الإجابة اللي خدناها في المدرسة، المعنى الحقيقي اللي هيغير طريقة تفكيرك في كل جنيه معاكي. فاستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.